واهلا ومرحبا بكم معنا في لقاء جديد. لقاء اللي غادي نبقاو فيه مع موضوع اخر للاسف، يعني في الوضع اللي كيعيشوا الوداد. وحنا كنشوفوا يعني اليوم سؤال من صحفي بين قوسين يسال لاعب جبران على النقابه، هل هناك نقابه داخل النادي؟ اولا من اعطى الحق لهذا؟ لان حتى اليوم ولينا كنقولوا صحفي، فما يعني انا بالنسبه لي حتى ما بقيناش عارفين كيفاش خلاوها البعض اللي ولا كيقول لك 700 درهم ولات كتعطيك انك تكون صحفي. بينما حنا كنا كنعرفوا بان الصحافه يعني تدرس في الجامعات، كاين ماجستير، كاين دكتوراه، كاين باش تولي صحفي وتولي صحفي يعني متالق. لان الصحفي ماشي هو انك كتهضر ولا كتسال، وانك كتكون ملم بالموضوع، كتعرف اش كتقول، كتعرف ما لك وما عليك. ويمكنش غير كطرح اسئله هكاك باش تجي عند لاعب وتقول ليه واش كاينه النقابه ولو ينفي اللاعب. فمجرد انك ذكرتي هذه فهي تهمه في حق النادي بان كاين تسيب داخل النادي. وهذا الشيء علاش كنهضروا على النقابه. ملي كيهضر عليها الجمهور عادي، الجمهور محب، الجمهور كما كيقولوا اعمى في الحب ديال الفريق ديالو، لانه يقدر يطرح اي حاجه وتبان لي اي حاجه ويشكك ويخون، ومن حقه. اللي ما من حقوش هو السب والشتم يعني والتنقيص من الاشخاص، هذا اللي ما من حقه، ولكن من حقه يشك في اي حاجه كما كنقولوا. بينما ملي كنجيو اليوم وكنلقاو يعني للاسف واحد كيسال لاعب واش كاينه النقابه داخل الوداد، ما كنظنش هذا الصحفي او هذا المنشط ولا هذا حامل هذا الميكرو ولا حامل هذا التليفون انه يقدر يمشي عند فريق اخر ويقول ليه واش كاينه النقابه، لانه عارف الرد اللي غادي يكون لا من الجماهير ديالو لا من اللاعبين لا من المكسب. لان اولا الى المكسب ديال الوداد سكت على بحال هذه الاسئله فهو كيبين بانه فعلا بان النادي يعني حنا عارفينه غير مهيكل، ولكن بان النادي ما مسوق حتى شي حاجه وما كيحميش اللاعبين ديالو، ما كيحميش الاسم ديال الفريق اللي كيمثل الكره المغربيه في المحافل يعني القاريه والدوليه. الوداد كما قلت دائما يعني الممثل الشرعي والدائم والوحيد للمغرب في عصبه الابطال. يعني كنشوفوا ان اي واحد يمكن يتجرأ على اللاعبين ديالو ويطرح عليهم اسئله اللي كتبان يعني اسئله كما كيقولوا هذه تطرح في الفيسبوك، تطرح بين الجماهير، لان كنعرفوا كما كنقولوا هذا الشيء عادي بين الجماهير وبين المحبين وبين شيء يعني عادي جدا وتعودنا عليه. ولكن باش يولي هذا الشيء كيطرح للاسف يعني من منابر او ناس اللي كيمثلوا كيقول لك الصحافه، فهنا ما كامل احتراماتي كيبان لي بانها لان سؤال يعني كما كنقولوا ما الغايه منه. اولا هذه الامور كتكون امور داخل النادي، والنادي هو اللي خصو يعني يناقشها. اما باش غنبداو نناقشوا حنا يعني على فهي غتزيد غير الفريق كما كيقولوا. يعني كما قلت غتبقى دائما ذاك الاسم فقط انها الذكرات، يعني كاينه شي حاجه وما يمكنش هذا السيد يسول بدون انه ما عارفش ان هذه اللي غتبقى عند الجماهير. وبالتالي ملي كيطرح الجمهور كما قلت يعني فكره النقابه داخل صفحات التواصل الاجتماعي، فالبعض كيقول لك بانه عادي جدا هذا الجمهور من حقه ينفعل، من حقه راه غيبرد. ولكن ملي كتولي كطرح يعني في منابر وفي الصحافه كما كنقولوا، فهنا كتولي عندها يعني تاثيرات اخرى وكتولي عندها اشياء اخرى اللي كنتمنى ان مكتب الوداد خصو ينهض بهذه المهمه ويقوم باللازم ويحمي اللاعبين ويحمي النادي ويحمي اسم النادي اللي هو كيمثلوا للاسف. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.